تعالوا خلينا نسوي صوص الشوكولا للكيك البركاني. خس نص بطريقة كلش سهلة وكلش بسيطة وطعمه كلش طيب وخلال دقايق يتحضر. نبدي بالمكونات ونقول بسم الله. بالبداية راح ننزل بالخلاط نص كوب من السكر، ننزل على السكر نص كوب من الحليب الباودر بهذا الشكل، ونص كوب من الكاكاو الباودر الخام الغير محلى. طبعا ملاحظة حبايبي لازم تقيسون كل المكونات بنفس الكوب، عرفتوا شلون؟ هسه حبايبي راح ننزل نص كوب من المي ونص كوب من الزيت النباتي بهذا الشكل. راح ننزل عليهم ملعقة صغيرة من النسكافيه سريعة التحضير، ومن بعدها نبدي نخلطهم. بس نشوف المكونات بدأت تتجانس والقوام بدأ يثقل، ننزل عليهم علبة واحدة من القشطة. طبعا وزن العلبة 200 مل بهذا الشكل. راح ننزل عليهم ملعقة صغيرة من الفانيلا، ومثل ما لاحظتوا أنا استخدمت السائلة، تقدرون تستخدمون الباودر كلش عادي، ولا تكثرون ملعقة صغيرة كلش كافي. نبدي نخلطهم حبايبي كل زين. وآخر شي راح ننزل 3 ملاعق كبيرة من كريمة الشانتيه الباودر بهذا الشكل. طبعا كريمة الشانتيه الباودر تنطيكم نتيجة كلش حلوة من قوام وطعم. وهنا حبايبي صار الصوص جاهز، مثل ما تشوفون قوامه كلش حلو، ومن راح يبرد راح يصير قوامه بعد أحلى. صراحة أنصحكم تجربوه لأن صدق يستاهل التجربة، طعمه كلش طيب. ومن راح تزينون بيه الكيكة راح ينطيكم نتيجة كلش حلوة، يعني لا خفيف كلش ولا ثخين كلش، قوامه كلش حلو. جربوه، أني متأكدة راح يعجبكم وتحبوه. وبالعافية.